مرحبا بكم في فيديو اليوم، حيث نستعرض موقفا مؤثرا من جماهير الرجاء الرياضي تجاه اللاعب الجزائري يسري بوزوق. في خطوة غير متوقعة، أبدت جماهير الرجاء تضامنا واضحا مع بوزوق رغم الجدل الذي أثير حول القميص الجديد للنادي. خلال التدريبات هتف المشجعون بشعار خاوة خاوة، الذي يعني إخوة، مما أظهر دعمهم الكامل للاعب. موقع جزائري اعتبر أن هذه الهتافات لم تكن مجرد تعبير عن التضامن، بل جاءت كرسالة قوية تدعو لإبعاد كرة القدم عن التوترات السياسية. جماهير الرجاء أظهرت وعياً رياضياً يعكس قيم الاحترام والتآخي بين الشعبين المغربي والجزائري رغم الخلافات السياسية. من الناحية الفنية، يعتبر يسري بوزوق أحد أبرز المهاجمين الجزائريين. المحللون الرياضيون يرون أنه قد يستفيد من هذه الأزمة لتعزيز مكانته داخل الفريق. ومع الحديث عن رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بسبب تدهور نتائج الفريق، يتوقع أن يسهم المدرب الجديد في تحسين أداء بوزوق. لكن الأزمة بدأت عندما انتشرت شائعات حول رفض بوزوق ارتداء قميص الرجاء في مباراة الجيش الملكي بدعوى احتوائه على خريطة المغرب. لكن رئيس النادي عادل هالة نفى ذلك تماماً، مؤكداً أن القميص الرسمي يحمل فقط راية المملكة المغربية. هالة أوضح أن القميص الذي يحمل الخريطة هو قميص ترويجي، وأن اللاعبين الذين تم اختيارهم للترويج له هم من دول جنوب الصحراء. كما أكد أن بوزوق لاعب محترف وملتزم بعقده مع النادي. في النهاية، يبدو أن جماهير الرجاء الرياضي قد أثبتت مرة أخرى أن كرة القدم يمكن أن تكون جسراً للتواصل والأخوة بين الشعوب. نأمل أن يستعيد الفريق مكانته الطبيعية مع وجود لاعبين مثل يسري بوزوق. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من الأخبار والتحليلات الرياضية. شكراً لمشاهدتكم.